ازاي احط لنفسي هدف او ازاي اعمل لنفسي خطه ومش عليها؟ اهم حاجه لما تيجي تحط خطه لنفسك لازم تبقى انت عارف عايز ايه. يعني خلينا نتكلم بمثال. انت النهارده نازل من بيتكو، هتركب عربيه وهتدورها وانت مش عارف رايح فين. ايه اللي هيحصل لك؟ انت وظروفك هتلاقي نفسك مره ممكن وصلت مدينه نصر، وصلت المهندسين، وصلت زي ما وصلت. ولكن لو انت نازل من بيتك عارف انت رايح فين، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك وصلت في فتره قريبه وبمجهود قليل. وهي دي الفكره، ان انت موضوع البلان مش بس عشان تبقى عارف رايح فين، عشان تقدر تكسب وقت. يعني وانت بتحط فكره البلان مش بس كمان انت بتشوف ايه امنياتك او ايه امكانياتك، لا هو فكره اني اقرب خط بين نقطتين، الخط المستقيم. فلو انت عارف البدايه فين وعارف انت عايز توصل فين، طريقك هيبقى سهل جدا. عشان كده بوجهه نظري لما تيجي تبني خطه لنفسك ما تقعدش تقول مثلا انا النهارده معايا مثلا كذا فانا عايز بكره اعمل كذا وبعد اعمل كذا. لا، انا النهارده هنا، انا عايز بعد 20 سنه او عايز الشيء اللي بتمناه يبقى هنا. حتى لو انت عايز تتمنى تبقى يعني تحكم الكون، حقك يعني، ده براحتك، مفيش هو محدش هيديك فرصه طبعا، بس يعني عادي يعني. خليك تقول ان انت خليك ان انت هتقول ان انت هتحكم الكون. فهتلاقي نفسك الخطه اللي انت حاططها هو اهم نقطه فيها هو الهدف اللي انت عايزه. لو حطيت هدف بجد وانت من جواك عندك اصرار تحققه، هتلاقي نفسك سهل قوي تحط الطريق. هتلاقي مخك لوحده بيبدا يعمل عمليات اصلا ازاي يحل المشاكل، ازاي يحط بلان، ازاي يوصل للطريق، ازاي تستحمل. ما هو الطريق ده مش بعد بكره تلاقي نفسك وصلت، يعني انت هتقعد سنين. السنين دي فيها مشاكل، فيها ازمات بتحصل لك، ازمات اقتصاديه، ازمات اجتماعيه، ظروف بتبقى طارئه عليك وعلى حياتك، بتأثر عليك، ممكن توصل لمراحل الاكتئاب في بعض الأحيان. كل ده هتقدر تزيله ازاي؟ كل ده هتقدر تزيله عشان الهدف اللي انت حاطه. فلو الفكرة في الطريق لا، وانت مش في الطريق هتتوه. يبقى لازم البوصلة الرئيسية ليك ان انت عارف رايح فين، هي دي يعني اهم حاجة. يعني ان انا ابقى عارف ان لازم احط هدف حتى لو صغير او كبير، المهم ان انا في يوم من الايام هوصل له. لازم يعني هو لازم الاهم حاجة في النقطة لازم الهدف. الطريق براحتك، حسب كل واحد وامكانياته وقدراته وظروفه اللي بتحصل له في الحياه، بيقدر يتهيكل الخط معاه او الطريق بتاعه، ولكن الاهم الهدف. ازاي هو يطور نفسه اصلا وهو ما عندوش الوقت اللي هو يطور نفسه فيه؟ طيب انا هقول لك حاجه بسيطه سريعه، وانا ما بحبش احكي عن غزواتي وفتوحاتي والجو الضيق ده، ولكن انا هقول لك حاجه. انا بعمل ماجستير وانا بشتغل ومتغرب، فبعمل كل حاجه في حياتي لوحدي، يعني اكلي وشربي ولبسي ومشاويري وشغل عدد ساعات كبير وحياه اجتماعيه كمان. طب انا بجيب وقت منين ان انا بحضر ماجستير؟ انا بسمع محاضرات قبل ما انام لو ربع ساعه، بسمع محاضرات لو انا مثلا سائق العربيه، او لو انا مثلا معيش عربيه وهركب مواصلات كنت هشغلها في المواصلات بسماعه. هستغل الربع ساعه او نص ساعه اللي كلنا بنبقى في التويلت بنقعد نعمل سكرول على اي حاجه سوشيال ميديا، لا انا ممكن اقعد اشغل فيها جزء من المحاضره. بص، اي حد ما دام عنده هدف هيلاقي الوقت، هي دي هيلاقيه. يعني انا فكره الوقت او الظروف كانت زمان ممكن بسبب امكانياتنا زمان كانت ضعيفه، ولكن النهارده مع تطور الحياه لا، الموضوع بقى سهل بالنسبه لك ان انت تقدر تتطور. يعني بالنسبه للناس اللي بيبقى عندها مشاكل في المهارات الشخصيه، لو انت عايز تبقى عادي هتعيش بطبيعتك. يعني احنا كان اكبر مثال بالنسبه لنا في الرياضه مثلا، وحد كان موهوب ونجح، مش ميسي. عشان ميسي انا بشوف ان هو اصلا عنده موهبه ربانيه، هي شغال، المكنه شغاله لوحدها، يعني مش محتاجه اي تدخل بشري. كان بالنسبه لي كريستيانو رونالدو حد عنده امكانيات، هو مش زيرو، بس عنده مشاكل. كانت القوه البدنيه بتاعته ضعيفه، القوه التدريبات بتاعته، النفس، اللياقه، كان عنده مشاكل كتير. الراجل ده كل اللي عمله ايه؟ هو ما راحش اشترى موهبه ولا راح سرق موهبه حد، اشتغل على نفسه. ازاي؟ انا عندي مشكله مثلا في النفس، انا بقعد اتدرب على موضوع النفس. عندي مشكله والله في اللياقه، بتدرب عليها. وهكذا الناس اللي عندها مشاكل في المهارات الشخصيه اللي عندها. بص، عارف انت اذا عرف السبب بطل العجب؟ هي دي الفكره. لازم تمسك ورقه وقلم وتقول عيوبي ايه، 1 2 3. رصدت عيوبك لازم تشتغل عليها كانه دواء. يعني عارف انت الدواء بيبقى طعمه مر وبتشربه، هو هكذا مشاكلك الشخصيه او المشاكل اللي بتبقى عامله عوائق انك تقدر تنجح لازم تعالجها. مش هتقدر توصل، هي حاجز.
فده الحل الوحيد، انك لازم تتدرب ولازم تتطور. وعشان كده فكره الكارير كوتش هي ليه بقت موجوده بالذات دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، ازداد الامر عشان الحته دي. حتى لو انت ما عندكش الاحترافيه ان انت تقدر تطور نفسك، فانت عندك مخصصين يقدروا يلعبوا الحته دي. هو بيعرف امكانياتك وبيرصد عيوبك ويبدا يدربك بتمرينات ومواقف وحاجات كتيره تقدر تطور الشكل بتاعك. مبدئيا اقول لك حاجه ضد الطبيعه، يعني ما ينفعش حد يقولها. انا عارف ان بيئه العمل بيئه اصلا مش سويه، يعني اصلا ولو المدير حس فيك بنبذه امل يعني يا هيرفدك يا هيضطهدك. اغلب الاحوال يعني لما تلاقي مدير سوي الحمد لله ممكن يقف جنبك ويطورك، يعني ما حدش هيقف جنبك غير نفسك. بص، ما تستناش حتى من مساعده حد، لو جت من حد مساعده خير وبركه وشيء كويس، وفي ناس اكيد فيها خير وتقدر تطور الفريق اللي معاه، ولكن ما تستناش حد. انا ممكن اكون مثلا معايا الفريق بتاعي، في ناس فيهم امكانيات وعايز اطورها، بس ممكن بطبيعه الحال الفريق فيه 7 8 فبشتغل عليهم، فبقدر اشتغل عليك شويه وعلى غيرك شويه، ما بدكش الاهتمام الكبير لان ما عنديش غير شخص واحد، لا انا عندي فريق. طبيعي. يبقى مين اكتر واحد يبقى شغوف على نفسه؟ انت ذاتك. يبقى انت اللي بص، حاجه من الاثنين، يا تبقى عارف دبان تمسك المدير بتاعك طلع كل الخبرات اللي عنده وما تقفش عند كده، وشوف زمايلك. يعني اهم حاجه كانت بالنسبه لي مثلا وانا بشتغل مع اي فريق الورك شوب، قاعدين 7 قاعدين 8 قاعدين 10، احنا قاعدين 10 دماغ، يعني ربنا ما خلقكش كده عوض، يعني اكيد عندك شويه حاجات. فلو انت كل واحد فينا قال الميزه اللي عنده، هيبقى كل واحد فينا طالع ب10 افكار، مش طالع بفكره واحده بس بتاعتي. عشان كده انا نفسي بتطور في الورك شوب، انا بقعد مع ناس عندها خبرات، ما هو ما نزلش من ال9 شهور على الميتنج بتاعنا، اكيد عاش شويه في الدنيا فعنده خبرات وعنده تعلم. انا لازم اخد ده عشان اقدر ادي. هو عامله زي الطاقه، لازم تاخد وتدي تاخد وتدي، فتلاقي نفسك بقت طاقتك كمان متجدده ومتغيره، بتفيد نفسك وتفيد الاخرين. يعني الروتين اللي ممكن تمشي عليه يخلي دايما الهامك لهدفك مستمر وما يقفش في اي وقت من الاوقات. عشان من شويه لما سالتني قلت لك المشكله ان الطريق بيوصل سنين، يعني الطريق بيبقى شغال على سنين، فازاي افضل عندي بنزين يوصلني لحد الهدف السنين ده؟ انا واحد من الناس اكيد بيحصل لي مشاكل في النص. هقول لك عن حاجه مثلا بعملها، بس حاجه او في حاجات كتيره يعني، ولكن هقول لك حاجه مهمه. اول ما بلاقي نفسي بقع بعمل حاجه ممكن الناس تضحك عليها، يعني بروح اجيب على اليوتيوب الفيديوهات التحفيزيه، عارفها انت اللي هي اجري سوف تنتصر، عارف حاجات دي، عارفها انت؟ اقسم بالله بتجيب معاه جدا، يعني ما اعرفش هي بتبقى غريبه. وتلاقيني مثلا قاعد اشغل الفيديوهات دي بقى يقول لك ايه، سوف تركض الى سنين، سوف تنتصر في النهايه، الحاجات الجامده دي. واحب تبقى انجلش كده والكلام بيبقى ضخم كده، والترجمه العربي اقعد اقرا الترجمه بسرعه وصوت المزيكا العالي، ما اعرفش يعني بتخليني بتحول برجع تاني كانه بنزين فعلا، طاقه بتملاني. الفيديوهات التحفيزيه دي بتجيب معايا بقالها سنين، يعني هو علاج شغال، يعني جربت سنين صراحه، شغال جدا معايا الفيديوهات التحفيزيه دي. ما اعرفش تنفع حد تاني ولا انا اللي مجنون بتمشي معايا، ما اعرفش بصراحه، بس هي حلوه معايا يعني. فانت شايف ايه اللي ممكن مثلا يساعد معاك انك تستمر ناحيه هدفك؟ اشخاص، مواقف؟ من اهم الحاجات الناس اللي حواليك. مش لازم يبقوا الناس اللي حواليك محفزين بشكل ايجابي. يعني انا هقول لك حاجه ما اعرفش، هي غريبه بالنسبه لي، انا التحفيز عندي بيجي عكسي، بمعنى كل ما يبقى حواليا ناس صعبه، ناس مثلا عادي بطبيعه الحال في الشغل بتلاقي ناس بتنفسن عليك، ناس مش حابه وجودك، حابه تشتغل بسياستها، شايفه ان انت ممكن تنجح فتقلبه من مكانه، عايزك تبقى بعيد عشان يبان هو، حاجات كتير بقى من اللي موجوده في الشغل دي بتفرحني قوي. يعني انا عكس الناس، المفروض الناس بتتضايق في الشغل لما تلاقي الحاجات دي، انا بتبسط جدا، يعني لقيت اللي انا عايزه. انا شخصيه من وانا صغير شخصيه عناديه جدا، شخصيه عناديه بشكل صعب يعني. فلما كبرت خدت العند ده وهندلته كده وخليته محفز ليا، مش ضرر. انا وانا صغير كنت بعمل مشاكل في البيت بسبب عندي يعني، ولكن انا خدته بقى وعملت بيه ايه؟ لا ما خدتوش بقى واديك المرض سندوتش مش عارف ايه، لا دي قصه ثانيه. دي قصه ثانيه، انا مش بتاع الحاجات دي، واخد بالك؟ ولكن انا ايه، خدت ايه؟ خدت المشكله دي واشتغلت عليها ان هي تبقى محفز.
فبقيت عندي جدا. كل ما بيحصل لي مشاكل او ازمات ببقى مبسوط. ليه؟ عندي يركبني بقى والصعيدي جوه يشتغل، طب والله لا اوصل، طب هتتحداني، طب والله لا انجح. فبيبقى محفز شديد ليا جدا ان انا اقدر اوصل وانتصر في الاخر. عارف احساس الانتصار، ان انت في الاخر توصل للي انت عايزه، فتحس الانتصار انتصارين. يعني الانتصار الاولاني ان انت وصلت اللي انت عايزه، والانتصار الثاني ان انت يعني حرقت دمهم ووصلت اللي انت عايزه برضه يعني.